دي يمنى بنت خالي، وفي نفس الوقت شاركتي في اول سولو تريب ليا في حياتي عشان اكتشف مصر. وبالرغم ان كل واحده فينا مولوده لاب وام مصريين، الا اننا لسه بنحاول نفهم يعني ايه نبقى مصريين، وقررنا ناخدكم معانا في الرحله دي. What a beautiful sight to behold. Egyptian architecture. How excited are you? So excited. Me too. Our first teamwork. حاسة بإيه بعد لما عديتي أول تيست to be an Egyptian؟ أنا مبسوطة جدا وأنا بقيت مصرية فعلا. أنا I taught her well. جامدة. خلصنا الإجراءات ووصلنا عند البوابة بتاعتنا، ولكن كنا متوترين جدا لأن حصل إن كان في جروب كبير قوي مسافر الأقصر وجي واقف عند البوابة بتاعتنا، وكانت خلاص هتفوت الطيارة وهو كان المفروض يقف في بوابة تانية. إن شاء الله الطيارة دي بتاعتنا. عشان كده مهم جدا في الطيران بالذات الواحد يوصل بدري عن ميعاده، عشان أي حاجة غير متوقعة ممكن تحصل وتفوتنا الطيارة. Cleaning the airplanes here. We're bored. Help. حاسة بإيه؟ حماس. هتصير التسليمية والعودة مرة تانية للباص عشان نتحرك في أخيرا قعدنا جنب بعض. أخيرا. كنا بنعيط. أستاذة رشا مصطفى أحمد. عايزة؟ تمام. أستاذة رباط سلمان. تمام. أستاذ أحمد محي. أستاذ أحمد وليد مطر. أستاذ أحمد توفيق. الراجل اللي طالع في الصوت. أستاذ إنجي وحيد. أستاذة مريم أحمد. أيوة. أستاذة مريم أحمد. أيوة. أستاذة نجلاء عبد المنعم. الرحلة وأنا حاسة إن الدوبامين عالي قوي في جسمي ومبسوطة قوي، حاسة إن أنا مش حاسة بأي حاجة تانية ودماغي فاضية بلانك، مش بفكر مش بقلق، مفيش أي حاجة، عايشة بس اللحظة اللي أنا فيها. ويمكن سبب من أسباب ده إن أنا ويمنى الانرجي بتاعتنا كانت متوافقة قوي، ولأننا مش بنعرف نقابل بعض كتير، ودي أول مرة أشوفها من 5 سنين. كنت حاسة إني متفاجئة ومبسوطة ومرتاحة. في الطريق لجزيرة فيلة المنظر كان ساحر، النيل والشمس والمراكب والهدوء، كأننا كنا في حلم بالظبط. في معبد فيلة لمست معنى إن كل إنسان بيكتب قصته بنفسه، وهو ده اللي القدماء المصريين أو بعدهم البطالمة أو أي عصر جه بعدهم حاول يخلد نفسه عن طريق إن هو يكتب قصته. حسيت إن بناء الحضارة ما كانش حاجة سهلة، كانت حاجة متطلبة مجهود وفكر ووقت. Welcome to my suite.